ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جاي اتكلم معاكم النهارده عن حاجتين. اولا عن ماتش الاهلي، ومش فاكر مين الفرقه اللي كانت بتلعبهم دي. بشكل عام كده فرقه اسمها غريب قوي، مش فاكر اسمها خالص. والزمالك والمقاولين. خلينا نبدا كده بشكل سريع عن الاهلي. احنا مش هنتكلم في حاجات كتير قوي لان الاهلي بسم الله ما شاء الله، قبل كده قلت لكم سكواد، فرقه كوره، رتم سريع، رتم بطيء، بيحرك الملعب، تحضير، لعيبه بتسقط تاخد الكرة من تحت، ولعيبه بتغير مراكز وكل حاجه. فما شاء الله يعني، مش عايزين نحسد حد بس بشكل عام، او عايزين نحسد حد الصراحه برضه يعني مش هنكذب. لكن بشكل عام الاهلي كل الفكره اللي هنتكلم فيها هي ان الاهلي لسه عنده، او كولر لسه عنده مشكله مع الفرق الصغيره، او مع الفرق اللي ما عندهاش خلفيه كبيره، او مع الفرق اللي ما عندهمش خلفيه كبيره في افريقيا تحديدا. لا، الفرق اللي بتبقى لسه مجهوله الهويه بالنسبه للنادي الاهلي يعني. مثلا لو فريق تاني من الفرق المعروفه اللي بتلعب الاهلي كان هيخلص الماتش من بدري. هو الاهلي كده كده خلص الماتش من هنا، بس انا بتكلم فكره ان انت بيبقى عندك تاخد وقت طويل مع فرقه المفروض ان هي من الاسهل ان انت تخلصها بدري. الطبيعي بتاع الاهلي اللي بيلعب بيه بقاله من اول السنه. الفكره كلها ان انت لما يكون عندك بقى ده الفرق، لما يكون عندك هاف او هافين بفيرود تقال، معاهم نص ملعب تقيل بياخدك وبيروح بيك لحد الجون مرتاح جدا. الاهلي تقريبا شوط في الشوط الاولاني ما يقلش عن 12 كوره على الجون، ده شوط تمام. منهم بقى شوط اللي هو ورا بعضه، يعني اللي هو مثلا انا شوط الكوره فتردد، فانا رحت شويه تاني فتردد، رحت شويه تالت فتردد، وهكذا. وزيهم تقريبا الشوط التاني. فالاهلي اصلا واخد الفكره دي لان هو عنده اتنين في نص الملعب بيشوطوا كويس جدا، سواء مروان او سواء امام. والتلاتة اللي قدام كمان حريفه في النقطه دي وبيشوطوا كويس. فالاهلي بيروح وبيحط كتير جدا جدا جدا. اضغط الفرقه اللي قدامك، هلعب على الفكره دي. بس المشكله كلها ان الاهلي كان ممكن يتلدع جونين برضو في اول الشوط الاولاني وفي اول الشوط التاني. بس خلينا يعني نقسم الاهلي كده بفكره ان الاهلي لحد الدقيقه حوالي 35 او 30، ومن بعد الدقيقه 30 لحد اول الشوط التاني، ومن بدايه الشوط التاني لحد نهايه الشوط التاني. الاهلي في اول الشوط طبعا زي الطبيعي بتاع الاهلي اللي هو بينزل بيبقى ضاغط على الفرقه اللي قدامه، بيحاول على قد ما يقدر. بس مشكلته زي ما قلت لك ان هو ما كانش عنده حلول كامله لحد النهايه. يعني هو كان بيوصل لحد التلت الاخير بس مش عارف يجيب اجوان. فدي كانت مشكله الاهلي، وما زالت المشكله البائسه بالنسبه للنادي الاهلي مع الفرق الصغيره او الفرق المجهوله الهويه بالنسبه للنادي الاهلي في افريقيا بشكل عام، او حتى مش مع النادي الاهلي في افريقيا او حتى في الدوري. الفرق المجهوله اللي ليه عندها كوره. الفرقه دي مش زي الفرقه اللي الزمالك لعبها لها ارتا سولار دي تقريبا، مش زيها خالص. يعني دي عندها فكر شويه عن الفرقه اللي لعبها الزمالك. بس ده بيوريك بقى فرق الكواليتي ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك بشكل كامل. الفرقه اللي كانت بتلعب الاهلي عندها كوره، بس للاسف هي عندهم فكر بطيء جدا. في كور كتير لو كانوا تصرفوا فيها اسهل من كده، او لو كان عندهم اتنين تلاته بيعرفوا يلعبوا او يجاروا الفرق الكبيره، كان ممكن على الاقل الاهلي كان ممكن يخش في جون واحد. فبشكل عام الاهلي كل اللي عمله ان هو نزل ضغط، فضل يضغط 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 لحد ما جاب الجون الاول. وبعد كده بدا يلعب على فكره ان الفرقه اللي قدامه لازم هتفك شويه، ان هي ايه، تحاول معاك. وفعلا الفرقه فكت سنه، بس ما فكتش قوي لان هي عارفه هي بتلعب مين بشكل عام برضه. ف فضلنا على كده لحد نهايه الشوط الاول، والشوط الاول عدى بالطريقه دي. بعد كده دخلنا على الشوط الثاني، هوب حسين الشحات، هوب بعد كده ايه، الجون التالت بتاع عبد القادر في الاخر. فرقه مش وحشه ومش حلوه، فرقه عاديه. الاهلي كسب 3، الاهلي خلص الماتش هنا. واعتقد الماتش هناك ممكن يا اما الاهلي ممكن يتعادل، يا اما ممكن يجيب جون وينام عليه برده، وكده تبقى زي الفل قوي مع الاهلي ويتعشى. ومش حابب اطول في الاهلي لان احنا عندنا كلام كتير جدا جدا عن الزمالك النهارده. فخلينا كده نقول مبروك للاهلي على ماتش الفرقه اللي انا برده والله العظيم انا ما فاكر اسمها لحد دلوقتي ايه. مبروك. وعامه نخش بقى لايه، المعمعه الكبيره بتاعت النهارده، الزمالك والمقاولين. الزمالك بيعمل حاجات غريبه النهارده في الماتش بشكل عام. بعض اللعيبه، في لعيبه ادت اللي عليها، ولعيبه ما ظهرتش، ولعيبه ما كانتش موجوده اساسا، ولعيبه لسه زي ما هي على المستوى التعبان بتاعها. وسوريو علينا علامتين استفهام هنتكلم عليهم، بس الراجل ده ليه عندي برضو كلمتين في الاخر لازم اقولهم له. خلينا نبدا بس الماتش. الزمالك بدا بتشكيل انا مش فاهمه للاطلاق، ودي كانت مشكله سوريو عامه مع الزمالك في الفتره الاخيره. بس انت كده كده بتلعب في الزمالك، فالمفروض اللي قاعد دكه زيه زي اللي بيلعب.
يعني هي ده المفروض، وانت جايب لعيبه بمبالغ علشان تلعب اللي انت جبتهم يعني بشكل عام. فبشكل عام كده الزمالك بدأ الماتش بيلعب في حراسة المرمى محمد صبحي، اللي انا اصلا مش حابب وجوده حاليا خالص. بيلعب بخط الدفاع، هو الزمالك رجع تقريبا لخطة 4-3-3 بقى بيلعب بالنقطة دي، او 4-2-3-1، بس هو النهارده كان يعتبر بيلعب 4-3-3 بس وهمية، يعني انا مش عارف اجيبها لكم زي ما كانش بيلعب فيرود. فهو كان بيعتبر بيلعب كل شويه واحد، او هو كان يعتبر سايب اوباما هو الفيرود الصريح، لا هو مش الصريح، هو فيرود بيزيد فيرود وهمي 9.5. فمش فيرود اللي هو فيرود. فبشكل عام الزمالك بيلعب زي ما قلت لكم، محمد صبحي بيلعب بالاربعه اللي ورا اللي انا مش فاهم لهم اي حاجه طبعا باستثناء عبد الشافي. بس خلينا نرجع كده لنقطه بقى ايه، من الشمال كده الحاج طبعا الكبير بتاعنا البرنس عم حاتم سكر، بيلعب جنبه بقى عبد الغني وحسام عبد المجيد، جنبهم الناحيه التانية محمد طارق ولا احمد طارق، محمد طارق تقريبا. المهم يعني بيلعب في نص الملعب. عندك المفروض على الورق برضو السيسي، وبيلعب جنبه انا مش عارف هل هو بقى ده توظيف اوباما الصح ولا هو مش ده توظيف اوباما، وبيسو ومعاهم اوباما. وكان بيلعب على الاطراف المفروض برضو زيزو وشلبي، المفروض قدامهم اوباما اللي انا برضو مش عارف هو توظيفه ايه. فبيبدأ الماتش اولا بتشكيل تعبان، مش احسن حاجه. كان عندك احسن، عندك لعيبه انت مريحها دي يعني انا هتكلم فيها مع اسوريو في الاخر، بس انا مش فاهمها ليه فكره ان انت في لعيبه عندك كويسه بدات تشتغل فانت ريحتها عشان ماتش افريقيا، اللي هو اصلا انت ممكن اصلا تطلع من افريقيا، ودي مشكله كبيره يعني بالكواليتي اللي معاك. الزمالك للاسف بيمر باسوا فتره ممكن يشوفها على الاطلاق. فالمهم يعني ان انت عندك دول. طب وانت عندك بره على الدكه مين عندك كفراوده؟ عندك ناصر وعندك الجزيري. هنقول ممكن الجزيري عشان المشكله بتاعه الفلوس اللي كانوا قالوا عليها دي، فهو انت ممكن قعدته. طب ما لعبتش ناصر ليه؟ ما اعرفش الفكره. يا ممكن ان هو يقول لك انا مش عايز العب بفيرود صريح، فنخلي اوباما هو يزيد مره، نخلي زيزو يخش هو مره، نخلي مصطفى هو يخش مره، وبنلعب على ايه؟ على الفكره دي اللامركزيه بشكل عام. مش عارف، او هل انت طيب عشان بتلعب بالناس اللي بتيجي من ورا بشكل برضو مش عارف، مش قادر اقولها بصراحة بشكل كامل. خلينا نقول برضو ان بعد كده بدأ الماتش الزمالك بشكل عام ولا ماسك كورة ولا ضاغط، وفي نفس الوقت هو ولا راجع. ماتش بيتلعب في نص الملعب، ماتش سهل جدا. كان الزمالك ممكن يخطف من بدري ويريح لو عنده فردتين 3 تقال. زيزو النهارده ما ظهرش في الملعب تقريبا خالص خالص، باستثناء كورة ولا حاجة ما شفتوش. لازم ندي كل حد اللي ليه واللي عليه. خلينا برضو بس نتكلم على اهم بقى نقطتين سلبيتين هما بالنسبه لي. نص الملعب بتاعك الضعيف جدا اللي ما بيقدرش ياخد الكوره ولا ياخد يعني ما بيقدرش يرجع لك الكوره، ولا مثلا الكوره التانية اللي بتجي لك ما بياخدهاش ولا بيعمل بيها حاجه. والباكات بتاعتك الضعيفه جدا جدا جدا، اللي اي حد بيلاعب نادي الزمالك بيلعب من ناحيه حاتم سكر ان هو عارف ان هو راجل ضعيف كرويا جدا، بيترقص بسهوله. الراجل هو كل اللي عنده اوفر بس، مفيش حاجه عنده قويه توديه ان هو يلعب ويأهله انه يلعب في نادي الزمالك. ده اللي يدل على بقى بدايه الشوط الثاني للزمالك. هو انت شايف ان الشوط الاولاني استهلاكي بشكل عام، استهلاك للوقت للفرقتين. فرقه كانت عايزه تطلع بالنتيجه دي اللي هي المقاولين، الفرقه الثانيه هي مسهله الامور للفرقه الاولانيه. شكرا. طيب بالنسبه بقى للشوط الثاني ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل في الشوط الثاني هم حاجتين: ان انت خرجت الناس اللي كانت عندك اولا واخده انذارات بس ده مسمى، وخرجت الناس فعلا اللي هي السيئه اللي هي منهم حاتم سكر، وده كان اهم حاجه عندي. ونزلت 4 لعيبه يعتبر حركوا لك الملعب شويه. لما نزلت نضاي زاد لك وبقى بيرجع، فبيوفر معاك فكره ان اللي بيحمل على الباك اليمين عندك عامه اللي هو الاسمراني عندهم مش فاكر اسمه ايه، بس هو عامه كان بيزيد كتير قوي على الباك اليمين بتاعك لو محمد طارق، فانت رجعت له نضاي ده يدافع معاه. وفي نفس الوقت نزلت في نص الملعب رؤى، مع ان هو برضو يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب، بس انت ما عندكش لعيب في مركز 6 او مركز 8 كورته بتروح لان هو ودى كوره حلوه النهارده اللي هي الجون الاول بس لو ما اتحسبش لمصطفى شلبي. هو الوحيد اللي عندك يعتبر في حاليا، لان انت طلعت ماجد هاني ومشيت بقى الناس الباقيه اللي كانت موجوده، مش عايزين نتكلم عن حد بشكل عام، مشي خلاص. بس عامه هو الوحيد الموجود اللي بيلعب الكوره دي، فهو لما نزل بقى موجود. ريحت معاه في الاول بالسيسي ان هو كان موجود معاه فكان بيضغط وكان هو اللي بيستخلص لك الكوره.
وفي نفس الوقت خرجت بيسو لانه كان لسه بدري عليه شويه، لسه طري شويه، وبدات تنزل بقى ايه باللعيبه الباقيه، اللي هو بعد كده نزلت شيكابالا، وبعد كده عامه وطلعت حاتم سكر، ونزلت مكانه مين؟ الراجل اللي هو طبعا عبد الشافي. عبد الشافي قفلها لك، راجل كبير في السن بس بسم الله ما شاء الله، شاب عنده 22 سنه بيلعب يا جماعه والله العظيم. راجل عنده كوره، ما عندوش حركه، يعني حركته قليله عن مكان هو صغير، بس عنده كوره، عنده فكر، يقدر يعمل لك حاجه. فبدات تلعب كوره شويه، رحت مره، رحت التانية، المهم في التالتة انت جبت الجون، بدات تلعب على الاساس ده. تيجي هنا بقى النقطه اللي انا مش فاهمها، ليه الزمالك بعد ما جاب الجون ريحت؟ انت في اخر ماتش واخر 8 دقايق يعني بتكسكس ورا ليه؟ ليه برجع لورا وشغل ان انا هفضل قاعد ورا واستنى والعب على الهجمه المرتده؟ وحتى لما لعبت على الهجمه المرتده باشمهندس اوباما بيلعب بيلف حوالين نفسه، يعني هو ده اللي بيعمله، عمال يلف يلف يلف، وفي الاخر الكوره برده بعد ما رقص وعمل كل اللي دي جنبه زيزو مش عايز يلعبها له، عايز يضيع وقت، وفي كوره تانية اللي هو رقص فيها وراح، ورايحين 4-3، وشيكابالا بيجري لك من النص، ونضاي فتح من جنبك، وزيزو هو الوحيد اللي جاي من ورا مش باين، والزاويه مفتوحه انك تلعبها له، والراجل هيحط بيمينه مستاهله سهله قصدي، رحت لاعب اللي جاي من وراك انت اللي هو مين؟ انداي، اللي هو طبيعي الف ب لاي باك هيجي يقابلك وهيقابل انداي، عارف انداي مش هيلعب بشماله شوطه، يعني مش هيشوط في الجون، هو الراجل هيلعبها عرضي، فطبيعي مش هي ايه هيسيب له في زاويه الجون، لان هو اصلا كده حتى الشوطه تطلع يا اما بره هتطلع ضعيفه. فانت ضيعت الكره دي، فاتنقلت عليك على طول بكره تانية بتاعت اخو محمود علاء، اللي هو انا مش فاكر اسمه ايه برضو، اللي هو قاعد يعمل كده وبتاع وشغل ده، لسه انا هجيله في الاخر برضو. وتردت عليك بعد كده بكرة تانية اللي هي جت في اخر الجون، اللي انا برضو عايزه اعرف هي جت لمست فعلا في عبد الغني ولا لا، اللي يمكن كان من احسن الناس اللي موجوده النهارده في الباكات. الزناري يعني هو مش شايف هو ماتش حلو وماتش وحش. عايز اعرف حمزه المسلوسي هو مصاب ولا ايه نظامه، ما لعبتوش ليه النهارده؟ محمد طارق مش وحش بس برضو مش هو اللي يلعب باك يمين. لا في مشاكل كتير عن نادي الزمالك بشكل عام. المهم ان انت خرجت بنتيجه سلبيه، فرقت عن الاهلي وعن بيراميدز على الاقل 3 بونت، مرتاحه كده، ده مرتاحه. فالاهلي لو كسب الماتش الجاي هيبقى فرق بينك وبينه 4 بونت، وبينك وبين الفرقه التانية اللي هي بيراميدز 2 بونت، فحاجه يعني استغفر الله العظيم. المهم يعني ان اسوريو بيبدا، انا مش عارف هو بيبدا غلط ولا هو فكرته ان انا عايز ابدا بناس تتعب لي الفرقه اللي قدامي، فنزل الناس الاساسيه اللي كانت عندي، بس ده مش صح. انا المفروض اخلص الماتش من بدري وابدا اغير بقى، اشوف انا هعمل ايه، اخلص بواحد واثنين وثلاثه، ما بقاش بلعب على فكره ان انا اجيب جون وانا ورا، حتى لو ما عنديش فرقه. انا في الاول وفي الاخر اسمي الزمالك يا جماعه، ما ينفعش ان انا العب كده الموسم كله. اي فرقه هتطمع فيا من الاول واحنا لسه في الاول، انت لسه في اول الدوري وبتسقط نقط، فالموضوع هيبقى كارثي على نهايه الموسم، فربنا يستر. نرجع بقى لاهم نقطتين. والله يا جماعه انا عندي كلمتين كده للاخ الاول اسوريو، انت راجل محترم وانت عندك ضغوطات كتير وما باين عليك من بعد ما جيت جون، وانت ضاغط نفسك، بس انت اللي بتلعب بطريقه مش اصح حاجه دلوقتي. على الاقل استنى شهر واحد لما نشوف هيتفك القيد ولا ايه الدنيا هتحصل، وبعد كده لو جالك صفقات يبقى اعمل وسوي واعمل اللي انت عايزه، ساعتها انا كمان اقدر احاسبك لان انا مش عارف احاسبك. اما بالنسبه بقى للاخ اخو محمود علاء، يا عم الحاج انت راجل اهلاوي واخوك راجل زملكاوي، انت راجل اهلاوي وهو راجل اهلاوي، ايا كان ما تقعدش تعمل الحركتين دول. ما انا عادي، ما انا ممكن اجيب اي لعيب من بيشجع نادي الزمالك يجي يروح يعمل لك نفس الحركتين، بس هل هي الفكره هتبقى بالمثل؟ يعني هل بقى مثلا هنا انت ما توقفتش وما حصلكش حاجه، هل هنا هيتوقف بقى وهيتحصل له حاجه ولا مش هيتوقف؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مش هنفضل نقضيها بقى مع بعض كده ما بين اللعيبه، ما سهله، ما ممكن بقى لعيب نفسه من فرقه هو اللي يروح للجمهور التاني بعد ما يجيب فيه جون. انت مين اصلا؟ يعني انت مين؟ انت لعيب اصلا ما شفتلكش حاجه، ما شفتلكش حاجه جت ولا راحت، انت لعيب بتلعب دايما في الجدول في النص، ولا حتى الاهلي بيفكر فيك، وحتى لو انت اهلاوي بفرض النظر يعني انك انت اهلاوي، ايه يعني إيه؟ خلي لعيب تاني يعملها يا عم، يكون لعيب ليه مثلا يا عم عمل حاجات كتير، انت مين بقى؟ ها. وفي نفس الوقت يا عم احترم ذاتك واحترم ان اخوك اصلا في النادي هنا، يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله. انت بس الفكره كلها بالنسبه لك ان هي رشقت معاك كده، كوره نزلت لك من اي هبل في الجبل نازله لك، رحت انت حطها، حتى انت حاططها والله العظيم بوش رجلك الخارجي وراحت زي ما راحت، انت ولا حتى عارف هي رايحه فين، انت شايط وخلاص. وغلطت على فكره، انا بالنسبه لي هي غلطه الجون، ان هو بعد ما طلع حط البوكس الاولاني الكوره لسه فوق متعلقه، كنت ممكن تطلع تاني واسعه قدامك وقدامك مساحه، كنت ممكن تطلع تحط بوكس تاني بعيد. كذا مره كلمنا معاك في النقطه دي، وكذا مره كلمنا الباكات ان لما تيجي تطلع كوره ما نطلعش في قلب الملعب، نطلع بره على الجناب.
وده بيرجع برضو ان انت قصير، انت جون قصير، معرفش ليه يعني. مرتضى لما جه جابك ما كان سابك يا عم للاهلي، وكنت جبت لي انت اي حد بسام، ولا جبت لي الراجل بنهارده اللي كان بيلعب، كانت الدنيا فينا. يلا الحمد لله. المهم يعني ان احنا عندنا مشكله دلوقتي، والفترات الجايه هيبقى عندنا ازمات تانية لو ما حليناش المشكله دي. لازم اوسوريو يعتمد على فكره ان لازم هو يقتنع ان انا عندي لعيبه قليله، وعندي امكانيات هلعب على قدها عشان اعدي الفتره دي، وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. دي اول نقطه. النقطه التانية، لازم اللعيبه نفسها تثق في نفسها شويه. لعيبه الزمالك ما عندهاش ثقه خالص بنفسها، وبتبقى نازله موتره نفسها من بدري جدا. ولازم تعرف هي بتلعب في نادي ايه. انا بلعب في الزمالك، انا في كيان كبير يا جماعه. والله العظيم لو عرفوا هم بيلعبوا في ايه، وهم دلوقتي كانوا فين وبقوا ايه، وبيلعبوا دلوقتي فين، والله العظيم هيختلفوا تماما. اتمنى اشوف ده، ويا رب ما نسقطش تاني، ان الفترات الجايه عندنا مطوشه تقيله كده كده، وكل مطوشه الدوري بقت تقيله بالنسبه للزمالك، لان الزمالك للاسف سكواد واقع. الزمالك كله على بعضه ما فيهوش، ممكن اقول لك بالمصابين بالليله كلها هم 10 اللي تبني عليهم 10. المفروض ابني عليهم ويبقى عندي دكه ليهم، لكن انا ما عنديش دكه ليهم. فللاسف يعني الحمد لله على كل حال. اشوفوا على خير، ويلا سلام.